السلام ورحمة الله وبركاته. معكم محمد خليفة. اليوم احنا بنقدم دورة تدريبية في ال PMO/IP أو ال Project Management Office Implementation Professional، أو طريقة بناء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع وتشغيلها أيضا. الحقيقة الدورة من الدورات اللي بتكون فيها نوع من الانتراكتيف أو التفاعلي. بنبدأ بخطوات معينة، حوالي 8 خطوات، وكل خطوة بيبقى موجود فيها معاها كل النماذج بتاعتها وكل التمبلتس والامور دي كلها، بحيث ان الناس تقدر فعلا تعمل مكتب اداره مشاريع يقدم فاليو، يعني قيمه، وليس فقط اوراق وتقارير وكذا زي اللي كنا نشوفهم قبل كده. فبنتكلم على الفاليو، وبنتكلم على كمان ازاي ان البي ام او يقدر ان هو يقدم الفاليو دي عن طريق السيرفيسز اللي بيعملها. وهنا يمكن علمنا الناس انها ازاي تعمل السيرفيس بايدها، ازاي يعمل الخدمات تقدم بنفيت او فوائد، والفوائد تتحول لقيم، والقيمه دي توصل لكثير من الستيك هولدرز. ودي الطريقه الحديثه الخاصه بمكاتب اداره المشاريع. دي اخر واحدث طرق التريننج. ده جزء من تريننج اكبر منه خاص بالسيرتيفيكيشن اللي هي AGP، اللي هي طالعه من AGPMO او اللي هي Association of Global Project Management Officers. عندهم شهاده اسمها PMO/IP. الشهاده دي طبعا هي شهاده دوليه، ويقدر الناس بعد التريننج تقدر انها تدخل الامتحان وتحصل على الشهاده. ودي تعتبر جزء كويس جدا في السي في اللي خاص بيهم بعد كده. فيعني الحمد لله الدوره تعتبر متوازنه، من ناحيه انها بتدي سيرتيفيكيشن، من ناحيه انها بتعطي يعني امثله عمليه او براكتيكال، من ناحيه انها بتدي ريسورسز كتير. شكرا ليكم. انا طبعا ممتن جدا للتنظيم اللي موجود هنا في المؤتمر وفي الورك شوب ده، والحاضرين متفاعلين جدا. فتقريبا احنا عندنا جميع العناصر اللي لها تحقق النجاح في اي دوره تدريبيه. شكرا لكم.